السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم جبتكم فكره جديده، وصفه جديده، دائما مع الجديد ان شاء الله يا ربي. عندي الخبز البايت. الخبز البايت ملي كيبقى العيال ما كيبغيوش يفطروا به، كيتفتت وداكشي. جبت لكم واحد الفكره يحماقوا عليها العيال. الخبز مقلي في البيض، ولكن بطريقه جديده. عندي الخبز مثلا الهامبرغر، المهم اي خبز كتبقى البارح كنستعملوها من الاحسن تكون بايته. الا كانت طريه المهم كتكون بايته كتكون احسن، يعني الخبز بارده. صافي دابا غادي نعمل شويه زيت في المقله، وغادي ندوز باش غادي نفزك ديك الخبز بالبيض. غادي نفزكها مزيان بالبيض من جوج جهات، وغادي نعملها مباشره تقلى، والنار تكون هادئه، ما تكونش عاليه بزاف، متوسطه. تكونش هادئه بزاف ما تكونش عاليه بزاف، يعني النار صافي غادي نعمل الجهه اللي غادي نعمرها غادي نقليها. هاد الجهه هادي غنقليها من جوج جهات غادي نحيدها، عاد غادي ندوز باش نقلي الجهه الثانيه. والجهه اللي غادي نعمرها خصها تكون طيبه، يعني البيض ما يكونش خضر. صافي حيدت هاد الجهه هادي وعملت جهه اخرى غادي نقليها موطع فيها تعمر، فيها نعمل الجبن ونعمل الكاشير. صافي دابا يمكن لي نعمرها، غادي نعمرها. كتعرف العيال كيعجبهم الكاشير، بغيتو بالجبن بوحدو بغيتو بالكاشير بوحدو، المهم كيبقى الاختيار ديالكم. عملوها مبشوره شرائح كيف ما بغيتو. صافي ها انا عمرتها وغادي نغطيتها بالجهه اخرى اللي كنت قليت في الاول. وصافي كنحيدها السندويشه هذه، كنحيدها هي الاولانيه. صافي تقلى من جوج جهات وغادي نحيدها، وعاد باش نعمل وحده اخرى. ايوا بالصحه والراحه. هذه الطريقه سهله ماهله ما فيهاش تعب. صافي غادي نعاود الوحده الثانيه نفس الطريقه اللي عملت في الاولى غادي نعمل في الثانيه. سهله خفيفه ما كتاخذش الوقت، والعيال كتعجبهم، كونوا مأكدين غادي ياكلوها لك، تديها لهم مدرسه، تعدل لهم في الصباح يفطروا بها ياكلوها سخونه. ايوا بالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك، التعليقات الزوينه ديالكم والبارطاج. مرحبا بكم وبالصحه والراحه. والنتيجه كتبان. بالصحه والراحه. ومع السلامه. ابوني واشتراك ومرحبا بكم. صحتكم وراحتكم.